يخص الحد. نعم. لكن فيما يخص الآخرة أنا شايف أن لو مال بيملكه 80 مليون مواطن هيجي 80 مليون مواطن يمسكوا في رقبتي يوم القيامة. ده يقينا باعتبار أن هؤلاء أصحاب الحق. يبقى الحد ده شيء يعني بسيط جدا جنب اللي هيحصل يوم القيامة. ولهذا الإسلام تركه من أجل لقاء الله اللي هينفذ الحكم العادل الصحيح. يبقى نرتبها للناس ونقول لهم إذا كان الحد بسيط بالنسبة للدنيا إلا أنه كبيس جدا بالنسبة للآخرة وشديد جدا بالنسبة للآخرة، لأنه ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. صحيح. صح يا سيدي؟ صحيح. حسن. يعني معنى ذلك أنه لو واحد سرق لمبة من عمود نور في شارع من شوارع العامة، اللمبة دي ثمنها كام يا فضيلة الأستاذ الدكتور؟ فلنفترض ان ثمنها 5 جنيه. لا، دي اقل من نصاب السرقه، بس مع ذلك اللمبه ديت ملك عام. لا، اقل من نصاب السرقه فيما نعم. يخص القطع. نعم. انا ايدي مش هتتقطع. امين. انما يوم القيامه ال5 جنيه دي هيجي يطالبني بيها 80 مليون مواطن. اصحاب الحقوق جميعا. صح الكلام؟ بالتاكيد. وهنا الكارثه بقى، لو انت قال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا. فاحنا بنقول للناس أنه العقاب الأخروي أشد وأعم وأخطر من الحدود الدنيا. الحدود الدنيا دي جزء بسيط. طب نفسي أسأل سؤال، صلي على حبيب الله. والسلام. طب إيه الحكم لو واحد قال لك طالما الحكومة ما بتطبقش الشريعة أطبقها أنا؟ قصدي ما بتطبقش الحدود. ما احنا اتعلمنا بقى ان الحكومه بتطبق الشريعه حتى لو ما طبقتش الحد ده جزء من الشريعه. كلامي مظبوط ولا انا غلطان؟ الحد جزء من الشريعه. جزء، صحيح. لكن مش الشريعه جزء من الحد. لا ازاي؟ يبقى ما نقدرش ننفي عن النظام العام في الدوله. انت عارف الحدود كم حد؟ اتفضل حضرتك. 5. انا ذكرت 5. نعم. تقريبا 2 مطبقين، 3 بس مش مطبقين. يعني هو حد السرقه وحد الزنا فقط، اللي هو قطع اليد والرجم. حد شرب الخمر فيه التعزير، في خلاف فقهي. يعني ليس اجماعا، في خلاف فقهي. صحيح. حد الحرابه الحكم العسكري طلع قراره موجود ومطبق بالقتل. عقوبه تبلغ القتل. اذا وحد القذف، فصار 3 حدود فقط. ده كلام جميل. 3 حدود فقط. تخيل منظومة الشريعة الإسلامية التي تعالج الحياة من ألفها إلى يائها. أصل بعض الناس بيقدم الإسلام كورقة عمل للمجتمع، إنه الإسلام ده أول ما هيتطبق اقطع يا واد، ارجم يا واد، اذبح يا واد. الكلام ده صحيح؟ مستحيل. مستحيل. بالفقه مستحيل. ده يكاد لا تجد تطبيق لحد واحد، لأن حتى لو تم الإمساك به ثم كذب وقال أنا ما فعلت، كذب وقال. نعم. فقال الإمام الشافعي هذا السارق الظريف الذي يأتي السارق الظريف. إيه الظرف؟ يسرق وحتى يبعد نفسه عن قطع اليد يزعم بأن له شبهة ويقول إن اللي أنا سرقت منه كان وأنا صغير أخذ مني مالا وأنا أردت أن أعاقبه. يعني بيعالج المسألة حتى لو كاذب. أي إذا ندر الحد، ولكن يقام عليه عقوبة تعزيرية. يعني مش معنى إنه يفلت من الحد إنه هيطلع براءة. لا، هياخد عقوبة تعزيرية. إيه العقوبة التعزيرية؟ السجن، التغريم، أي عقوبة تعزيرية. وفي كل الأحوال هذا لا يتيح لأفراد الناس أو لأحد الناس أن يقوم بتطبيق هذه العقوبة. يعني لا يمكن ولا يجوز إنشاء جمعية أهلية ولا نقابة من أجل تنفيذ الحدود. طب حضرتك لو بل يجب أن تكون هذه الحدود منظومة تشريعية. طب لو واحد قام بالفعل بتنفيذ هذه العقوبة منه لنفسه؟ أجمع الفقهاء على أن الحد لا يكون قد نفذ، وأنه قد ارتكب جناية فيها افتئات على الإمام ويحاسب. يحاسب عليه. أن يحاسب على ده جريمة. إنما هذه جريمة. جريمة. ومع ذلك نعم. الذي نفذ فيه الحد لم ينفذ فيه الحد، قطعت يده ومع ذلك الحد لم ينفذ شرعا باتفاق، لأن الذي قام بالتنفيذ ليس النظام، بل لابد أن يكون النظام الحاكم هو المقر بهذا الحد. طيب في هذه الحالة لا احنا فهمنا الفارق ما بين الحد والشريعة. نقدر نقول في هذه الحالة انه العقيدة امر مختلف عن الشريعة وامر مختلف عن الحدود. يبقى عندنا 3 مصطلحات فرقنا بينهم دلوقتي. تمام كده؟ امال يا فندم عدم تطبيق السنة، هل عدم تطبيق السنة يلزم بعقوبة ما في الدولة المسلمة؟ ما هي السنة أول؟
السنة أيوة. إما أن يراد بها الأحاديث آه. وإما أن يراد بها دون الواجب، لأن احنا بنقسم الأحكام الشرعية إلى فرض أيوة. وتحت من الفرض إيه؟ واجب. لا ماشي. تحت الواجب إيه؟ مندوب. مندوب. المندوب هو المستحب والمندوب هو السنة. مرة أسمي المندوب سنة، مرة أسمي المندوب مستحب. فإذا كنت تقصد بالسنة إن هو غير المقابل، أيوة المقابل للفرض، يبقى فرض وسنة. يعني بتصلي الظهر 4 ركعات، ده فرض. أيوة. الركعتين اللي بتصليهم بعد الظهر سنة، اسمهم سنة. ما هماش فرض. أيوة مش فرض. إذا لفظ السنة هنا أطلقته على إنه غير الفرض، على غير الفرض. الذي طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. غير جازم. ولكن الفرض طلب الشارع فعله طلبا جازما. نعم. ده اصطلاح للسنة. في اصطلاح تاني يعني للسنة. طلبوا ان ما عملتوش هتخش. يبقى عندنا 5 حاجات. اول حاجه الواجب او الفرض، الاثنين مترادفين يعني الى حد ما. الواجب او الفرض، وبعدين المندوب، وبعدين المباح، وبعدين المكروه، وبعدين الحرام. صحيح. التقسيم كده مظبوط. صحيح. الواجب هو ما يثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه. صحيح. المندوب هو ما يثاب، ياخد ثواب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. صحيح. المباح هو ما يتساوى فيه الفعل والترك. لا، ده بقى أنا مختلف معاك فيه. ايوه. هو ده المعنى الشائع للناس. ولكن الصواب يستحيل ان الانسان ياتي بشيء مباح ولا يحصل على اجر او لا يحصل على ذنب، لان المباح لابد ان يدور في الاحكام الاخرى. ناخد مثال كده للمباح، اكل اللحمه مثلا. اكل اللحمه، انا بلاش. ايه رايك بقى سيادتك لو انت انا باكل اللحمه، حضرتك مش عاوز تاكل لحمه؟ لا انا هضرب مثال اخر. يعني واحد ما بيجيبش لاهله لحمه في الشهر قط، لسبب قله ذات اليد. وبعدين ربنا كرمه ووسع عليه وجات له مكافاه، فجاب كيلو لحمه لاولاده. تمام. صار ما ياخدش اجر؟ ده ياخد حكم، ياخد اجر ونص. ده كل اهل بيته هيسقفوا له ويفرحوا له ويشكروه. اذا اتى بالحلال اللي هو المباح واخذ اجرا. طب انا بقى فعلا عاوز اقف معاك وقفه تعلمني ما يسمى بالاحكام ال5. كل مسلم متهيألي لازم يعرفهم. ايه الفرق بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام؟ والمكروه امتى يبقى كراهه تنزيهيه، وامتى يبقى كراهه تحريميه، وامتى الحرام ده يتحسب عليا حدود علمي به ايه، وامتى يبقى كبائر، وامتى يبقى صغائر. قصة لطيفة جدا هنتعلمها من فضيلتك في اللقاء القادم إن أطال الله أعمارنا بمشيئته. بعد القادم على خير إن شاء الله. إن شاء الله قادم سيادتك بقى إن شاء الله. نعم. أخوة الإيمان والإسلام، أشكر باسمكم جميعا أستاذنا العزيز المحترم العالم العلامة الدكتور سعد الدين هلالي، وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم بتلك الإجازة العارضة لهذا الكلام والشرعي الذي نحتاجه جميعا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم.